النهاردة أنا هحكي لكم قصة حصلت لي شخصياً، وكل كلمة فيها حقيقية. أنا مش بقولها عشان أخوفكم، بس يمكن تنقذ حد منكم قبل ما يقع في اللي أنا وقعت فيه. أنا اسمي عادل، كنت صاحب مكتب صغير في وسط البلد، مكتب لتصحيح اللغة العربية وكتابة الأبحاث. كنت بحب شغلي جداً وكنت دقيق في كل كلمة. بس مع الوقت الدنيا ضاقت عليا، الزباين قلت، الفلوس خلصت، الإيجار اتراكم، وخطيبتي منى كانت كل شوية تسألني: هنتجوز إمتى يا عادل؟ وأنا كنت كل مرة بجاوبها بكلمة واحدة: قريب إن شاء الله. في يوم كنت قاعد لوحدي في المكتب، الساعة كانت تقريباً 2:30 بالليل، الجو حر، النور بيقطع، الدنيا كلها ساكتة لدرجة إني كنت سامع دقات قلبي. قعدت أدور على النت وأقلب على أي شغل أونلاين حتى، وأنا بقلب لقيت إعلان غريب جداً مكتوب بخط أحمر واضح على خلفية سوداء: مطلوب مصحح لغوي يجيد الكتابة باللغة العربية الفصحى، ويشترط السرية التامة. العمل بعد منتصف الليل. الراتب 80,000 جنيه شهرياً. الرقم صعقني، بس الفضول خلاني أبعت إيميل، أصل أنا محتاج فلوس. بعد أقل من دقيقة جالي رد بصوت مبحوح في تسجيل قصير: هل أنت مستعد للاختبار؟ الصوت كان بارد، مش طبيعي، كأنه خارج من بير عميق. قلت جاهز. بعتلي لينك. أول ما فتحته الشاشة بقت سودة، وظهر فيها خط أحمر بيجري كأنه دم بيكتب نفسه: اكتب ما يملى عليك ولا تتوقف مهما سمعت. ظهر قدامي نص غريب بلغة مش مفهومة، فيها حروف متقطعة زي اسطور، كراتين، باهين. وأنا بكتب حسيت إن الجو برد فجأة، ريحة بخور غريبة مالية الأوضة، الهوا بقى تقيل كأن في حد بيتنفس جنبي. خلصت النص بسرعة وبعته من كتر ما أنا خايف. بعدها ب5 دقايق الرد جالي: تم قبولك، مرحبا بك في مستجين 666. ما كنتش فاهم بصراحة، بس مش هنكر أنا فرحت. تاني يوم الصبح جالي طرد بالبريد، في كاميرا غريبة سودة وعدستها فيها لمعة حمراء كأنها عين، مكتوبة على الكرتونة: مستجين 666. مع الكاميرا لقيت في ورقة مكتوب عليها: يشترط تشغيل الكاميرا أثناء العمل، تأكد إنها موجهة لوجهك وصوتك، لا تتوقف عن الكتابة تحت أي ظرف. في نفس الليلة الساعة 1 بالظبط جالي أول إيميل شغل. فتحته لقيت نص غريب، وبدأت أقرأ بصوت عالي واكتبه. وأنا بكتب حسيت إن في حد وراي بيتحرك، لفيت بسرعة، مفيش حد. كملت كتابة. بعد شوية النور بدأ إيده يطفي، المروحة وقفت، الكاميرا اشتغلت لوحدها، عدستها وجهت نفسها ناحيتي من غير حتى ملمسها. قلبي وقع، بس قلت يمكن سال الكهرباء. خلصت النص. بعد نص ساعة جالي إشعار من البنك: لقد تم تحويل 10,000 جنيه إلى حسابك. قلت خلاص، حتى لو غريب يعني دي فرصة عمري. فضلت كل يوم بعد نص الليل يجيلي نص جديد، أقرأه واكتبه وابعته. بس كل مرة كنت بلاحظ إن الكلمات بتتغير شوية، بقيت بحس إنها بتتوجه لنا، بتخاطبني، زي نحن معك، لا تتوقف. وفي مرة سمعت صوت همس في ودني بصوت أنثوي خافت: ما توقفش يا عادل. قلبي وقف، خصوصا إن أنا ساكن لوحدي والمكتب في آخر الدور والمفاتيح في جيبي. الليلة دي أنا ما نمتش، كنت بسمع صوت خطوات ماشية في الممر برا المكتب، والباب
كان عمال يتحرك كأن في حد بيحاول يفتحه، بس مفيش صوت مفاتيح. وكل ما أقوم أبص أرجع ألاقي الكرسي متحرك شوية عن مكانه. تاني يوم كملت شغل. الكاميرا كانت شغالة لوحدها قبل ما أبدأ، كأنها مستنياني. وأنا بكتب سمعت صوت حد بيتنفس في السماعة، وبعدين صوت يقول لي انطقها صح، انطقها صح. نطقت الكلمة زي ما قال، وفجأة النور كله طفى. فضلت في الضلمة يمكن 10 ثواني، وبعدين النور رجع. لكن كانت في حاجة غلط. المراية اللي ورايا كان فيها انعكاس واحد تاني غيري، واحد لابس اسود شكله ضبابي وواقف مبتسم. طلعت اجري بره المكتب، لكن وانا نازل السلم سمعت صوت خطوات تقيله ورايا، نفس خطواتي بالظبط. لما اقف يقف، لما اجري. وصلت للشارع مفيش حد. احنا بعد نص الليل مفيش حد في الشارع، انا لوحدي. فضلت اسبوعين شغال ومش فاهم انا بعمل ايه. النصوص بقت اطول واغرب. كل مره اخلص نص الفلوس تنزل في الحساب بعدها بدقايق. مش هنكر كنت ببقى فرحان، بس بعد ما بخلص بحس بصداع رهيب في دماغي. وشي سخن كأن حد بيحط عليه لهب. حتى خطيبتي منى لاحظت اني بقيت غريب. بتقولي صوتك وانت بتتكلم بقى غليظ كأنك مش انت. ليلة من الليالي الساعة 3:13 بالظبط الكاميرا اشتغلت لوحدها. النور بإيده يطفي، مكتب كله ضباب أبيض، وسمعت صوت بيقول جاء وقت النص الأخير. الكلام اللي جالي كان مليان رموز، وأنا بكتبه حسيت الأرض بتتهز تحتي. الهواء بقى تقيل كأن الأوضة كلها بتتنفس معايا. النور طفى، لكن على الشاشة كنت شايف وشي في الكاميرا، وورايا كان في وش تاني بيقرب وبيبتسم. تاني يوم صحيت على الأرض، الكرسي مكسور، الكيبورد واقع، الكاميرا شغالة وبتسجل من غير ما تكون متوصلة بالكهرباء. حسيت إن في حاجة غريبة، ده مش طبيعي. واضح إني دخلت نفسي في حاجة أنا مش قدها. قررت أدور عن الكلام اللي أنا كنت بكتبه ده على النت. اكتشفت إن في ناس كتير اشتغلت معاهم واختفوا. اللي عاشوا قالوا إن الشركة دي بتستخدم أصوات الناس لتحضير الجن. بعت لهم أقول لهم معلش أنا مش ناوي أكمل. ردوا عليا في نفس الثانية. العقد بالدم لا يكسر، من تركنا ترك جسده معنا. اتصدمت. فتحت العقد اللي أنا كنت مضيته، لقيت نقطة دم فعلا، بس أنا مش فاكر إن أنا اتعورت أو عملت أي حاجة. أنا مش فاكر ده حصل إزاي. جريت أدور على شيخ كبير يفهمني هو إيه اللي بيحصل. أول ما دخلت قال لي أنت فتحت باب ما تعرفش تقفله، بس ما تخافش لسه عندك فرصة. طلع مية قرأ عليها وادهاني، وقال لي اقرأ آية الكرسي وانت بتحرق اللي مضيته. رجعت البيت، شربت المية، طلعت العقد، جبت ولاعة وبدأت أقرأ وولع. النار ولعت في الورق، لكن وأنا بقرأ حسيت بإيدين بتمسك رجلي من تحت المكتب. صرخت، العقد بيولع وأنا سامع صراخ جاي من السماعة بتاعت الكاميرا كأن حد بيتعذب. النار زادت ولعت جامد، بعدين طاست لوحدها من غير ما اتدخل ولا أعمل أي حاجة. أغمى عليا. صحيت تاني يوم، لما فتحت عيني لقيت الكاميرا اختفت. قلبت الشقة كلها، دورت في المكتب، دورت في كل حتة، لكن ما لقيتهاش. وما لقيتش كمان النصوص اللي أنا كنت بكتبها. ما لقيتش أي حاجة ليها علاقة
بالشغل ده. من اليوم ده كل حاجة هديت، صليت، تبت، رجعت لربنا، وأنا دلوقتي اتجوزت منى. بس لولا إني لحقت نفسي في آخر لحظة كان زماني بقيت قربان. الشيطان. دي قصة أحد متابعينا، بنشكره جدا. طبعا احنا غيرنا الأسماء محافظة على الخصوصية، وبنشكره جدا إنه شاركنا القصة دي. كانت معاكم منة الله سامح، مع السلامة.